السلام عليكم، أنا نادية من الهند وطالبة جامعة. جنب جامعتنا في كلية مسيحية قديمة يقولون إذا توفت واحدة من الراهبات يدفنوها داخل الكلية، وفي قصة مشهورة عن بنت كانت تدرس هناك وكانت تحب شاب وغيابها عن المحاضرات كثرت لين نقصت نسبة حضورها فجأة، فاستدعوها الراهبات وقالوا بيبلغون أهلها. بنفس اليوم حبست نفسها في غرفة داخل الكلية وانتحرت، ومن بعدها صارت أشياء غريبة في الكلية. الناس يسمعون صراخ بالليل والحراس ما يكملون دوامهم ويتركون الشغل، والبلوك اللي ماتت فيه البنت مقفل لليوم. أنا وصديقتي الفضول أخذنا ورحنا قريب من الكلية بالنهار، وحسينا بطاقة غريبة ثقيلة كأن النفس يطلع بصعوبة. قررنا نصور فيديو. أول ما شغلنا الكاميرا فجأة سمعنا خطوات قوية كأن شخص لابس جزمة عسكرية يمشي بسرعة على التراب. حاولنا نشوف، ما كان في أحد. الصوت استمر تقريباً دقيقتين وبعدين فجأة وقف. قلبي كان يدق بسرعة. شالي طاح هناك. رجعت اليوم اللي بعدها علشان نشوفه وما كان موجود. سألت العاملات وكلهم قالوا ما شافوا أي شال. إلى اليوم ما أعرف مين كان صاحب الخطوات ولا وين راح شالي. ومن وقتها ما جلست في الحرم بعد المغرب أبداً، وكل ما أفكر باللي صار أحس برعشة وما أقدر أنسى صوته أو شعور المكان.